حتى واحد معقل نهار جواد الزيات كان في راديو مارس وخلى العماري حتى سلام الهضر ديالو هو يقول ليه شكرا. ذكرني الله يخليك بالاسم. عادل سي عادل. راه ما يمكنش الخوت، راه ما يمكنش. هاد الكلمه خلاتو ما سكتش، وتما وقع واحد الجدال بيناتهم اللي ما بغاش يحبس. وانتم عارفين جواد الزيات راه لسانو على جوابه. غنجيبوها بيدمان بالاضافه للميزانيه. انا نحاول نجاوبك بلا غوات حيت انا كنهضر ما كنهضرش بصوت انا شوف ما تدخلش فيا نغوت ولا ما نغوت، هذا شغلي. وسالي لا شوف شوف دابا اما غنطلعوا النيفو ولا غنهبطوا. انا ما غنهبطش في النيفو. انا النيفو ديالي انا ما غنهبطش. انا نقول انا غنجاوب ما كنلعب معاه. انا جاوبني انت هنا باش تجاوب على الاسئله اللي كنسولك. خلصني السي عادي باش كنهضر. وانا لا غنتكمل في الهضره غنزعوني وغنمشي بحالي. عندي جوج نقاط غتهبط لي يدك حيت ملي كنتكلم معاك غتهبط يدك. ما شغلكش انت ولتي جاوبني. نو مي ما يكونش ليا ما تهزش يدك. Oui, bien sûr. Mais c'est la règle même, bien sûr. Quelle règle? Oui, la règle, l'éthique, la règle de bienséance. Mais c'est la gravité, tu lèves la main. Laisse كتزيدي. يدخل معايا. اخوان هذا الشيء دابا ديال الرئاسه وهذا ديال المترشحين اللي كاينين دابا والغد ليه نسبه كبيره كتقول لك ان الزيات يقدر يكون خارج اللائحه، هذا الشيء راه ما بغيناش نسمعوا. حاليا الا جيت تقارن ليا بين الثلاثه راه كاين الزيات هو اللي احسن. الزيات داخل بقوه، داخل بمشروع رياضي، اللائحه ديالو قويه، فيها مامون بالغيشي اللي كنعرفوا الثقل ديالو. مامون بالغيشي كون ما كانش عارف الزيات عنده واحد المشروع رياضي اللي غيسير به مزيان ما غيكونش معاه. وزيد على عمور احمد عمور اللي دوز مع الراجل 4 سنين ودا فيهم 8 الالقاب. 4 سنين كانت عرفت المجد وكانت عرفت الازدهار، وفاش مشى خلى الازدهار فهمتي، خلى فائض في المالي، الخزينه الماليه خلى فيها فائض. يعني راه ما يمكنش هذا السيد يتيقفك لما كانش عندك سميه. اما تقول لي لائحه اخرى فيها واحد خدام في بنكه ولا واحد شيفور ديال كاميو، اش غيديروا لينا هاد الناس؟ راه بغينا الناس اللي غنستافدوا منهم، اللي غيعطيونا فائده في الرجاء. بحال عمور راه بوحدو، هذا راه غير بوحدو كيساوي كلشي. غير هذا اللي كان معاك في اللائحه هو مامون بالغيتي وصافي، راك جمعتي حب وتبن. حتى المشروع الرياضي اللي غادي عليه جواد الزيات راه مزيان تبارك. يعني اول حاجه بدا بها الزيات ان شاء الله على ترشح هو تعيين مدير فني اللي شحال هادي ما شفناها. عندك تعزيز الفريق بانتدابات مدروسه، يعني ماشي الانتداب من اجل الانتداب، ما غنجيبوش انتدابات باش نقولوا راه جنا، لا. زيد عليها المنافسه على جميع الواجهات، هذه باينه، هذه الرجاء من زمان خصها تنافس على كاع الواجهات. العمل على تثبيت الرجاء ضمن الثلاث الاوائل في افريقيا بشكل دائم، ماشي شكل مؤقت، ماشي نبانوا عام ولا عامين ومن بعد نطفاو، لا. خاصك تبقى الاستقراريه الاستمراريه، خاصها تبقى بحال الاهلي، بحال سان داونز، بحال الترجي، ديما كينافسوا على البوديوم، ديما كيوصلوا للدوم الفينال هادو ديما. ودابا راه جات بيراميد صافي تاسست، هذاك النهار تاسست هيا ولات كتنافس. زيد عليها توفير الوسائل اللازمه لتحقيق طموحات النادي، الوصول الى 200 مليون درهم من المداخيل افق سنه 2028. يعني هاد 3 سنين هادي خاصني نوصل فيها في واحد الفائض في الانتاج. المداخيل الناس كيفكروا عن بعد صاحبي، ماشي تقول لي العصبه والتشبيب وغنجيبوا اللعابه، هذاك الشيء راه من لينا منه، هاد الهضره كنبقاو نسمعوها كل عام. الاحترافيه والعصرنه، يعني هذا وقت جديد، عهد جديد، جيل جديد، بغينا نشوفوا الاحترافيه بحال الفرق الكبار ديال اوروبا. الانسجام والتكامل، انسجام وتكامل بين جمعيه النادي الرياضي والشركات الرياضيه الرجاء اس ا، يعني غيكون واحد انسجام وواحد التعاون وواحد المرونه اللي غتكون ما بين الرجاء الرياضي اللي هي الجمعيه والرجاء اس ا اللي هي الشركه. يعني هذه بحد ذاتها راه انجاز كبير هذا. زيد عليها الحكامه والهياكل التنظيميه، شركة الرجاء أساس نادي منظم وفعال بحكامة صارمة واحترافية. الحكامة الصارمة واحترافية، ما غيش لاعب غيفرض عليا اللعب ديالو، ولا غنمشي انا نجيب الانتداب بواحد 300 مليون وما غيعطيني والو غيبقى مريح، لا. حتى دوك المستشارين اللي غنجيب غتكون عندهم واحد السمية كبيرة. التنظيم والفعالية هذه ضروري خصها تكون. الكفاءة، الصرامة، المرونة، مفاتيح تنظيمية، هيكلة تنظيمية داخل الشركة تشمل اطر اداريه ذات خبره عاليه. يعني ما غاديش نجيب لك انا واحد لا راه حكا غير حيتاش لعب في الرجاء ولا حيتاش ما عنده راه كارير لا والو نقولوا لا هذا السيد خاصنا نعطوه فرصه، لا. جيب مدير رياضي اجنبي وغتجيبوا ناس اداره تقنيه احترافيه اللي الناس غتشتغل على المجال ديالها وغتزيد تطور. يعني هذا الشيء الخوت اللي شفنا كامل هو ان الرجاء غادا في واحد المسار صحيح، ولكن فاش تجي وتقول لي ان الزيات ماشي هو اللي غيكون رئيس، راه غنعاودوا نرجعوا اللور. غير باش تعرفوا ان بيراوين راه ما يصلحش يكون رئيس ديال الرجاء، حيت ما يمكنش رئيس ديال الرجاء يبان في منبر اعلامي ويبدا يبكي.
شنو باغي توصل لينا؟ واش باغي تكتسب المحنه ديالنا؟ هذاك الشيء صافي، ما بقاتش عندنا القلب، حنا العاطفه حيدنا امها، ما بقاتش عندنا. واحد اخر كيقول لك انا الجمهور ما باغينيش، ولكن غنوفر لكم واحد 10 سنين مزدهره بالالقاب. انت كيفاش غتوفر لنا 10 سنين مزدهره بالالقاب وانت كتقول لنا راني جايب مستشير ب 15 مليار، في الاخر ما كاين لا مستشير لا والو؟ اذا انت ما عندكش المصداقيه، ما يمكنش ترشح الراجل. بيراوين دار واحد الخدمه زوينه ديال انه جدد مع الركائز، واخا ديك الخدمه دارها حتى للاخر، حيتاش فاش بان الجمع العام وبانوا المترشحين بان التنافس، يعني خصو حتى هو يدير شي خدمه باش يبقى حتى هو. غنصفقوا ليه، غنقولوا ليه برافو عليك، حنا ما كنكروش الخير وتحياتي لك، وكنا بغيناك تكون مع الزيات في اللائحه. انت رفضتي، بغيتي تكون حتى هو الرئيس، حنا ما بغيناش هادشي. ما يمكنش هادشي، ما يمكنش. الراجل لكل ذي حق حقه، الرجل المناسب في المكان المناسب، صافي سد عليه.